يلا يا بنات، انا كنت بقول لكم ان احنا دلوقتي الفرق كنت عايزه اعرفكم الفرق بين الرقم وبين العدد. تمام. طيب، ايه الرقم وايه العدد ده؟ الرقم ده رمز الرقم. يعني احنا زمان كنا بنقول ايه؟ مثلا بنعد مثلا ايه؟ ان الدايره دي واحد، لو زودت دايره كمان اتنين، زودت دايره كمان تلاته. اول لما كنا بنتعلم العد خالص خالص واحنا صغيرين، صح؟ فكنت اقول لكم عدوا دي كده، فتقولي لي واحد اتنين تلاتة. طب ايه شكل التلاتة ده؟ يعني اكتبها ازاي؟ مش عارفين. تمام. فجم اتفقوا على شكل او رمز للرقم ده. رمز للرقم ده هيتكتب فهعرف ايه منه، او يبقى ثابت لكله. تمام. طيب اللي هي ايه؟ اللي هي شكل التلاتة اللي احنا عارفينه دلوقتي. كان ليها قصة قبل كده مع الأرقام، لو كنتوا اتفرجتوا معايا قبل كده على الفيديوهات اللي موجودة قبل كده. أنا مش عايزة أطول فيها يعني قوي، لأن هي موجودة بالفعل، يعني موجودة في فيديو، فممكن نرجع عليها في الفيديوهات قبل كده، يعني قصة الأعداد الكبيرة يعني. وإزاي حطينا الرقم، إزاي جبنا شكل الرقم ده والقيمة المكانية والحاجات دي. تمام. فالرقم هو الرمز ده، رمز تلاتة ده. تمام. طب بيتكون من ايه الرقم؟ من رمز واحد. رمز واحد. تمام. يعني ايه؟ يعني اقول على الصفر ده رقم، على الواحد رقم، على الاتنين رقم، التلاتة رقم، الاربعة رقم، الخمسة رقم، الستة والسبعة والتمانية والتسعة. واقف عند كده. ليه؟ لان انا هدخل بقى على العدد. ايه العدد ده؟ العدد ده هو رقم، رمز او اكتر. يعني هو رمز او اكتر. يعني اقدر اقول على الصفر ده عدد، اقدر اقول عليه عدد. اقدر اقول على الواحد عدد، يبقى الصفر ده ايه؟ رقم وعدد. رقم وعدد. تمام. لكن العشرة دي ايه؟ عدد فقط، ما ينفعش اقول عليها رقم، لان هي ايه؟ مكونة من رمزين. تمام يا بنات؟ تمام. تمام. طب انا عايزة اعرف مثلا لو قلت لكم الرقم العدد ده بقى، خلاص بقى احنا ايه نفرق بين العدد والعدد ده. عايزة اقارن بينهم، عايزة اشوف مين اكبر من التاني. كنت بعمل ايه من فاكر؟ كنا بعد بنعمل بعد بنعد الأرقام بعد الأرقام بنعد الارقام. ثم ايه تاني؟ مين كده. يقول تاني حاجة تانية؟ بعد كده بنشوف ده زي ده ولا لا، ومين الأكبر ومين الأصغر. ازاي؟ يعني هنا واحد وواحد. لا. كنا بنقارن الرقم برقم، ولا كنا بنقارن مجموعة عددية بمجموعة عددية؟ لا، كنا بنقارن رقم برقم. امتى ده؟ امتى قارنا رقم برقم؟ مجموعة عددية بمجموعة عددية. ايوه، مجموعة عددية بمجموعة عددية. ها؟ وبعدين طب انا دلوقتي اهو قسمتها الاول مجموعة عددية، ادي واحد اتنين تلاتة مجموعة، واحد اتنين مية تلاتة مجموعة، ودي برضو مية واحد سبعة اتنين وتسعين تلاتة ألف مجموعة. تمنمية سبعة وتسعين هي الأكبر. المجموعة اللي هي الكبيرة اللي هي 187، والناحية دي 197، فالمية سبعة وتسعين أكبر. تمام. وكنا بناخد ايه؟ الترتيب التصاعدي والتنازلي. التصاعدي، ايوه برافو. التصاعدي كنت بكتب ايه؟ الرقم الصغير الأول، وبعده الأكبر منه شوية والأكبر منه شوية. تمام. والتنازلي كان العكس، يعني التصاعدي أصغر، وبعدين ايه؟ الأكبر منه شوية وأكبر منه شوية. لكن التنازلي من الأكبر وأنا نازلة ايه؟ اني بنزل السلم. قلت لكم افتكر ان انا ايه؟ تصاعدي بطلع السلم. بطلع السلم منين؟ من اصغر واحده حاجه، من اصغر سلمه خالص. طيب بنزل السلم منين؟ من اعلى سلمه خالص. تمام. طبعا التصاعدي والتنازلي ده مش اول مره ناخده، بس اول مره ناخده بالنسبه للاعداد الكبيره، لان احنا الترم ده معتمد عليه ان انا
اعرف كل العمليات الحسابية على الاعداد الكبيرة. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا واحنا صغيرين كنت باخد ايه ترتيب الاعداد، بشوف مين الكبير اكبر منه اصغر من الارقام الصغيرة. كنت بقول لك ايه رتبي تصاعدي وتنازلي، برضو الارقام الصغيرة. كنت بعمل ايه بجمع وبطرح الارقام الصغيرة. تمام. هنا بقى قال لا، انا بقى هعمل كل العمليات الحسابية اللي احنا خدناها في سنين قبل كده، فيعتبر مش حاجات جديدة علينا. لكن يعني في الجزء الاولاني ده في المنهج مش جديد علينا، لكن انا بعمل مع اعداد كبيره. تمام. يبقى انا بعمل ايه؟ كل العمليات الحسابيه اللي احنا خدناها كل السنين اللي فاتت دي بدرسها تاني بس على ارقام كبيره. زي ما كنت بعمل ايه الاول، كنت بجمع الاول واحنا صغيرين 1+1. تمام. لكن كبرت شويه قلت لكم اجمعوا لي 12 زائد 13. كبرنا شويه في سنه ثالثه قلت له لا اجمعوا لي بقى ايه 240 زائد 350. وكل لما نكبر شوية كل لما ايه بنزود ايه الأعداد اللي احنا بنجمعها أو بنطرحها. تمام. تمام تمام. يا بنات. طيب احنا بقى الدرس بقى بتاع النهاردة يعني كل دي حاجات يعني عمليات حسابية، احنا بس بنفرق ايه ان احنا بنعمل ترتيب الأعداد. لكن الدرس بتاع النهاردة هو درس جديد. درس جديد ايه بالنسبة لينا وبالنسبة للطرق بتاعته، هو درس جديد بالنسبة أول مرة ان انتوا تعدوا عليه. تمام. كان ممكن في اولى وتانية كان حاجه بسيطه اقول لكم مثلا ايه ال 43 كده قريبه من ال 40 ولا قريبه من ال 50، فتقولي لا دي قريبه من ال 40. هي نفس الفكره بس بقى ايه مع ارقام اكبر شويه ويعني وبطريقه اوضح شويه. طيب انا عندي آه استراتيجيه للتقريب. النهارده هناخد درس ايه قواعد التقريب. تمام. طيب عندي نوعين او استراتيجيتين، واحده اسمها نقطه المنتصف، والتانية اسمها ايه قاعدة التقريب. طيب واحدة واحدة كده. هشبه لكم نقطة المنتصف دي بحاجة. أنا دلوقتي لما كان مين فاكر الميزان اللي هو كان ليه كفتين ده، كفة كده وكفة كده، وكنا بحط عليه في ساعات عند عند بتاع الخضار ممكن نلاقي الميزان ده لسه موجود. وكان بيقول بيحط لي كده ايه حاجات كده بيرجع لها، اللي هي النص كيلو، الواحد كيلو، او يقول لي هنا في بتاع حديدة كده ربع كيلو وزنها ربع كيلو. وبعدين يبدأ ياخد الحديدة دي يحطها على الكفة دي، والكفة الناحية التانية دي بيحط ايه بيحط الايه الحاجة اللي انا هوزنها، الخضار الطماطم البطاطس اللي انا هوزنها عموما. حد عارفه؟ حد شافه قبل كده؟ بعيدا عن الميزان الديجيتال اللي هو بيديني ارقام على طول، حد شاف الميزان ده قبل كده؟ انا يا عارفاه. عارفينه يعني؟ والباقي عارفينه ولا مش عارفينه؟ انا عارفاه. اه بوازن حاجتين مع بعض. لو مش فاكرين الميزان، في حاجة لعبة كده، اللعبة اللي هي بتبقى حد بيقعد فوق كده وحد بيقعد تحت كده، وتقعدوا بقى ايه اللي يجي الناحية دي يزق اللي تحت يرفع التاني فوق وهكذا يعني. طيب كان بيعمل ايه؟ كان بيحط لي هنا وزن، واقول ده تقريبا هل هو بيطلع بالظبط؟ مش بيطلع بالظبط، بس بيقول لي تقريبا الطماطم اللي انا حطيتها هنا عاملين تقريبا وزنهم نص كيلو. او يحط لي مثلا الكيلو اقول له انا عايزه كيلو، فيحط لي الوزن بتاع الكيلو، ويقعد يحط في طماطم يحط في طماطم لغايه ما يشوف ايه
يشوف الوزن. الطماطم دي هتكفي كيلو او لا، او العكس اقول له انا عايزه كيلو بالظبط، اقول له انا عايزه، قصدي خد الطماطم دي انا عايزاها بالظبط زي ما هي، لا تشيل منها ولا تحط منها، قول لي هي تقريبا قد ايه. فهو هيعمل ايه؟ هيحط الطماطم هي الاول هنا، وبعدين يقعد يحط بقى ايه الموازين بتاعته، يحط مره النص يجرب هتيجي نص كيلو، فيلاقيها لا لسه، فيقوم مزود نص كيلو كمان، يلاقيها لا لسه، يزود نص كيلو كمان او يزود ربع لغايه لما يوصل ايه للوزن بتاع الطماطم اللي انا نقيته بالظبط. تمام. الحاجه اللي هو كان بيوزن بيها دي ايه؟ مش دي كان يعتبر الكسور او الحاجه المرجعيه اللي بيرجع لها عشان يعرف وزن الطماطم؟ صح. دي الحاجة اللي بتقول له هو الطماطم دي كانت عاملة كام كيلو بالظبط. ليه؟ أنا عارفة ده وزناه، وعارفاه قبل كده إن ده نص كيلو، أو عارفة إن حتة الحديدة دي بتساوي نص كيلو، أو حتة الحديدة التانية دي بتساوي كيلو. فأنا عارفة إن هو ده بتساوي إيه، الوزن الحديدة دي بتساوي الوزن، بتساوي الجزء ده. تمام. طب هنا بعمل إيه في قواعد التقريب؟ قال لي أنت عندك كسور مرجعية زيها زي الميزان ده، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الصفر أو النص أو الواحد. الصفر أو النص أو الواحد. يعني كأني بمسك خط الأعداد كده وبعمل إيه؟ برسم خط الأعداد بتاعي، وأبدأ من الصفر وبعدين نص وبعدين واحد وبعدين أزود نص، واحد ونص وبعدين اتنين وبعدين اتنين ونص وبعدين تلاتة. تمام. فأنا الكسور المرجعية يا إما يجي الرقم هنا في النص بين الصفر والنص فأقول له اه أنت قربت للنص، أو بين النص والواحد فأقول له اه أنت قربت للإيه، للواحد. تمام. طيب انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا يا اما بقول هو اقرب للصفر او اقرب للواحد. طب لو كان في النص بين الواحد والاتنين فهقول هنا يا اما اقرب للواحد يا اما اقرب للاتنين. طيب انا بجيبها ازاي؟ مثلا قال لي ايه، قال لي عايز 123 دي، 132 دي اسفة، قربها لي لأقرب 10. ايه أقرب 10 دي؟ يعني قصده ايه؟ بص على خانة العشرات، بص على خانة ايه، العشرات. خانة العشرات دي مالها؟ التلاتة فيها تطلع ايه، القيم المكانية ايه، 30. صح. تمام. وانا لسه عندي ايه، جزء في الآحاد، يعني 32 دي اكبر من 30، او يعني اقول كده ان 32 دي ايه مالها، بين 30 وال40. صح. الادق بقى ان انا اقول ايه، بين 130 وال140. فهرسم كده، بيقول ارسم كده كأنك بترسم آه خط الأعداد بس ايه، رأسي. وهقول ايه في البداية بتاعتي اللي هو 130 او ايه 140. طب اللي في النص بين 130 وال140 كام؟ اللي في النص بين 130 وال140. 132. لا، بصوا يا شباب يا بنات، النص ايه، نص العشرة 5، ما هو من 130 ل140 5. دايما خمسة. نقطة المنتصف دي هيبقى فيه 5، فيبقى 135. دايما هتلاقوا في النص هنا ايه 5. تمام. طيب اهو انا جبت حددت اهو نقطة المنتصف بتاعتي 135. طيب ال 132 دي فين؟ هعد كده، بصوا، 130 131 132 33 34 ودي 35، دي 36 37 38 39. كأني قسمتها لإيه، لكسور 10 أجزاء، ما هي كل واحدة بواحد، يعني دي 130 131 132 وهكذا. طب فين ال 132 اللي أنا عايزاها أهي؟ أقرب لإيه؟ ال 132 دي أسهل لها إن هي تنزل لل 130 ولا تطلع لل 140؟ تنزل ل130.
تنزل ل130 المسافة الأقرب ليها. خدوا بالكم الأرقام كسولة مش هتمشي كتير، أنا بروح للمكان الأقرب لي. تمام. فهينزل العدد ينفع 132 ده. تشرحها على رقم تاني يا مس؟ هو بصي هي دي الرسمة بتاعت نقطة المنتصف، بس أنا هشرحها لكم تاني. هشرحها تاني، هعيد تاني. هو بيقول لي إيه؟ قرب لي الرقم ده اللي هو 132 لأقرب 10. ممكن يكتبها لي كده أو يكتبها لي كده. تمام. طيب أنا هشوف هو بيقول لي الأقرب إيه؟ لأقرب 10، يعني عايزني أبص على خانة العشرات. طب قال لي أقرب 100، يبقى عايزني أبص على خانة إيه؟ المئات. لأقرب 1000 عايزني أبص على خانة الآلاف. الآلاف. تمام. فهو هنا بيقول لي الأقرب 10، يبقى بيقول لي إيه؟ بص على خانة العشرات. بص على خانة إيه؟ العشرات. فين خانة العشرات؟ أهي. فيها إيه؟ فيها 100 فيها 30. فيها 30 فيها 3 اللي هي 30 صح؟ الأسهل عشان ما لخبطش نفسي، الأسهل أنا هبص على خانة العشرات وهقول أهي 1 3 ماشي، اللي قبلها إيه؟ رقم 1 يبقى أحط صفر يبقى 130. هاخد الرقم الصغير وهزود عليه 10، طالما هو بيقول لي لأقرب 10 يبقى هزود عليه 10 يبقى 140. طب نقطة المنتصف هزود على الصغير ده 5. يبقى تاني بالراحة وبطريقة سهلة. هو بيقول لي بص على إيه؟ على خانة العشرات لأقرب 10، يعني بص على خانة العشرات. خانة العشرات 3، هاجي من عند التلاتة أهي، اللي وراها هحطه واللي قبلها صفر هحطه، اللي قبلها هحط صفار مكانه. طب لو كان لأقرب 100، خانة المئات 1 أهو، الواحد هحطه واللي قبلها هحطه صفار يبقوا صفرين. تمام. عايزة أحدد أصغر جزء أكبر جزء وأصغر جزء ونقطة المنتصف معايا. هكتب رقم جديد وهشرحها لكم تاني. ركزوا معايا يا بنات، والجزء ده مهم جدا عشان ده موجود علينا برضو السنة الجاية. جزء التقريب ده موجود علينا السنة الجاية بس هيبقى كسور. معاكم يا بنات، ركزوا معايا بقول لكم عشان الجزء ده موجود عندنا السنة الجاية بس هو على كسور. تقريب برضو بس على كسور. فمحتاجة أفهم نقطة المنتصف دي. هو في الامتحان على فكرة مش هيقول لي إيه، إلا لو يعني أنا في الامتحان الطريقة الأسهل لي بقرب بيها. مش هيطلب مني طريقة معينة إلا لو هو قايل لي بالنص كده استخدم نقطة المنتصف. هي نقطة المنتصف فيها رخامة شوية بس أنا بحاول أسهلها لكم أهو. هقول تاني بالراحة. هو بيقول لي إيه؟ هديكوا رقم أكبر شوية عشان تفهموا. 1455. بيقول لي قرب الرقم ده لأقرب 100. هاجي أبص، هو بيقول لي أقرب 100 فين ال100؟ فين خانة المئات؟ ال4. هنزلها لل4 واللي وراها زي ما هو، اللي قبلها كله صفار، في قبلها رقمين هحط مكانهم صفرين. ده أول جزء جبته معايا اللي هو إيه؟ النقطة اللي تحت دي اللي هي 1400. طب هو بيقول لي قرب لأقرب إيه؟ لأقرب 100، يبقى هزود على 1400 دي 100 كمان تبقى كام؟ 1500. 1500. طب عايزة أجيب نقطة المنتصف، هزود على 1400 دي، هي نص المية كام؟ نص 150. 50. هزود على 1400 دي 50 تبقى إيه؟ 1450. تاني بيقول لي أقرب 100 فين المئات؟ أهي ال4.
هنزلها زي ما هي، واللي وراها زي ما هو، اللي قبلها ثواني اسمعوني محدش يتكلم وانا بشرح عشان الباقي يسمعني. هنزل الأربعة زي ما هي عشان دي خانة اللي هو عايزني أقرب لها. هنزل الأربعة زي ما هي، اللي وراها زي ما هو، اللي قبلها عدد الأرقام اللي قبلها صفار. دي أول خطوة. تمام. ده جبت ايه؟ الرقم الصغير اللي هكتبه تحت في نقطة المنتصف. طيب عايزة اجيب الرقم الكبير. هو بيقول لي الأقرب 100، هزود على 1400 دي 100 تبقى 1500. طب عايز نقطة المنتصف، نص 100 كام؟ 50، يبقى هزود على 1400 دي 50. طب أنا متلخبطة ومش عارفة أزود 100 وأزود 1000، هعمل إيه؟ نفس الخطوات. هو بيقول لي إيه؟ لأقرب 100. لأقرب 100 يبقى إيه؟ الأربعة، هنزل الأربعة هي زي ما هي واللي قبلها كله صفار. طب هعمل إيه؟ ده الرقم الصغير. الرقم الكبير هزود على الأربعة دي واحد تبقى 5. طب عايزة نقطة المنتصف، هخلي الصفر اللي قبل الصفر اللي قبل الرقم اللي أنا بقرب له ده 5. يبقى دي نقطة المنتصف. تاني، الطريقة التانية إن أنا بحدد الأول برضو الخانة بتاعتي. بيقول الأقرب 100، يبقى أهو 100 فين؟ ده الرقم أهو قصادي. 100 فين؟ الأربعة هنزلها زي ما هي واللي قبلها كله صفار. طب عايزة إيه؟ عايزة أجيب الرقم الكبير منها، الأكبر منها. هزود على الرقم ده أيا كان هو إيه 1، يبقى ده الرقم الكبير. بقى دي 4 أزود عليها 1 تبقى 5 واللي قبلها صفر زي ما هو. طب عايزة أجيب نقطة المنتصف، اللي قبلها على طول بدل ما أخليه صفر أخليه 5، يبقى دي نقطة المنتصف. فهمت يا مس خلاص. تمام. طب ومريم؟ مريم وحبيبة فاهمين؟ أنا فهمت خلاص. ومريم مش سامعاكي يا قمر. فهمت. فهمتيها؟ تمام. طيب مش عايزة حد يا بنات يا أمارات منكم يعدي حتة وهو مش فاهمها. ما تتكسفوش ان انتوا تقولوا احنا مش فاهمين الحاجة دي. هعيدها لكم مرة واثنين وثلاثة، ما تقلقوش. تمام، عادي، مش كلنا بنفهم الحاجة من أول مرة. طب ده بالنسبة لنقطة المنتصف. طب ايه قاعدة التقريب دي؟ يبقى انا نقطة المنتصف ثانية بقى. ازاي اقرب؟ انا حددت النقطة الكبيرة والنقطة الصغيرة ونقطة المنتصف، اقربها ازاي؟ هبص هو الرقم بتاع ايه الاصل اللي هو انا عايزة اقربه؟ 1455. ال 1455 ده فين؟ فوق نقطة المنتصف ولا تحتها؟ فوقها هنا بحاجة بسيطة. صح؟ فوقها هنا بحاجة بسيطة اهي ال 1455. طيب اي نقطة فوق نقطة المنتصف اسهل ان هي تطلع لك ايه؟ الرقم الكبير. اي نقطة تحت نقطة المنتصف اسهل ان هي تنزل للرقم الصغير. دي طالما عدت نقطة المنتصف يبقى هتطلع ايه؟ يبقى الاقرب ايه؟ 1455. الاقرب 100 تبقى 1500. هديكم مثال عليه تاني وحلو. برضو عايز بنقطة المنتصف. قبل ما ادخل على قاعدة التقريب هشرح لكم لازم نقطة المنتصف الاول عليها هحل عليها مسألتين كده ولا حاجة. مديني رقم اهو. بيقول لي 13975 لأقرب 1000. فين الآلاف عندي؟ لا ما تكتبيش حاجة يا حبيبي لو سمحتي. محدش يكتب القلم، يكتب القلم حاجة. الآلاف لأقرب 1000. ل1000 اقفلوا القلم 3. عندكم ما تفتحوش. فين مع قاعدة الآلاف؟ فين خانة الآلاف؟ 3. التلاتة. ثانية بس أنا هشرحها وأخليكم تحلوا بعد كده، ما تقلقوش في أسئلة كتير هتحلوها. طيب فين الآلاف؟ 3 أنزلها زي ما هو زي ما هي واللي بعدها زي ما هو. طب قبلها في كام رقم؟ رقم 2 3. وأحط 0 2 3. دي إيه؟ هكتب كده أهو نقطة المنتصف أهو. الرقم الصغير هيبقى 13000. حلو قوي. الرقم الكبير، الرقم التلاتة ده هزود عليه 1 تبقى إيه؟ 4. وكل الأرقام التانية زي ما هي. يبقى الرقم الكبير عندي
يبقى 14,000. حلو قوي. طيب 13,000 الرقم الصغير اللي أنا جبته ده، عايزة أجيب نقطة المنتصف اللي قبله على طول. هزود عليه، هخليه 5، هتبقى 13,500. طب الرقم بتاعي ايه؟ 13,995. يعني تقريبا هنا 13,975. اه ده اكيد اقرب للايه، 14,000. فده تقريبا 14 14,000. طب انا يا مس بعرف ازاي اللي هو قريب منها؟ ما انا قلت لك من شوية، طالما فوق نقطة المنتصف هيبقى اقرب للكبير، تحت نقطة المنتصف اقرب للصغير. طب لو عند نقطة المنتصف بالظبط هقربه للكبير. يعني لو ما انا فرضنا ان الرقم معايا بعرف منين؟ 1315، لو فرضت ان معايا الرقم نفسه 13,500، وجبت نقطة المنتصف طلعت 13,500، وقفت هنا، طالما وقفت عند نقطة المنتصف فيما فوق هقربه للرقم الكبير، تحت نقطة المنتصف هنزله لتحت. ايوه انا عارف منين اللي هو بقى تحت نقطة المنتصف ولا فوق نقطة المنتصف. ما انا بكتب، بصي هنا ايه، 13,975 صح، هنا 13,500، هتبقى فوق ولا تحت؟ ما احنا ليه عرفنا ان احنا نعرف الرقم الكبير والرقم الصغير؟ 13,975 اكبر من 13,500، فحطها فوقها. هو مش هيحاسبك تحطيها فوقها فين بالظبط، بس هنا 900 فأقرب للإيه، لل1000، يبقى أقرب ل4000، فأنا حطيتها هنا إيه، قريبة شوية ل14,000، يبقى عندي بس إحساس الرقم فين يعني. تمام يا مس. طب مثال كمان على نقطة المنتصف قبل ما أقلب على قاعدة التقريب. أنا عارفة إن انتوا قاعدة التقريب بالنسبة لكم هتبقى أسهل من نقطة المنتصف. لو فهمت نقطة المنتصف كويس، الدرس ده خلاص كده حطيتوه في جيبكم خلاص. هنا بيقول لي الأقرب 10,000. فين نقطة 10,000 هنا؟ دي 7. هنزل 7 زي ما هي، اللي وراها زي ما هو، اللي قبلها كله صفار، في قبلها 4 أرقام، يبقى دي ايه، 4 أصفار. أنزل كده لتحت كده واكتب الرقم الصغير اهو، يطلع معايا كام؟ ده 1,370,000. طب عايزة ايه، أجيب الأكبر منه، يبقى هزود على ال7 دي اللي أنا لسه محدداها 1، تبقى 8، واللي وراها زي ما هو واللي قبلها زي ما هو، يبقى الرقم الكبير بتاعي 1,380,000. طب عايزة أجيب نقطة المنتصف، قلت أنا هاجي عند الرقم الصغير اللي قبله على طول هخليه 5، فهتبقى 1,375,000. طب الرقم بقى معايا اللي هو ايه، الرقم ايه، 1,375,420. يبقى أكيد ايه، فوق نقطة المنتصف صح، تبقى 1,375,420 فوق نقطة المنتصف، يبقى تلقائي هتعمل ايه، هتطلع للرقم الكبير اللي هو ايه، 1,380,000. تمام يا بنات، عايزة اسمعكم. نقطة المنتصف تمام كده كشرح، لسه نحل عليها. انا مس فهمت المسألة ما عدا لما اجي اقرب اشوف الرقم ده احطه فوق نقطة المنتصف ولا تحت نقطة المنتصف، دي اللي انا مش بص فاهماها. قارنيه، بصي يا حور، قارني الرقم اللي احنا عاملينه ده بنقطة المنتصف، شوفي أكبر منه ولا أصغر منه، كأنك بتعملي مسألة أكبر منه وأصغر منه. شوفي هيطلع أكبر منه ولا أصغر منه، طلع أكبر منه حطيه فوق، طلع أصغر منه حطيه تحت. تمام.
تمام. طلع اكبر منه يبقى ده هيطلع ايه لرقم الكبير، طلع اصغر منه هيطلع الرقم الصغير. تمام يا بنات. تمام. هو حد عنده فيكو حاجة الساعة 7؟ لا. طيب. طب قاعدة التقريب بقى، بصوا بقى، قاعدة التقريب دي سهلة جدا وهتعجبكم قوي. انا عندي الاول حاجتين، في عندي ارقام كريمة وارقام بخيلة. ايه الارقام البخيلة وايه الارقام الكريمة؟ في ناس بتسميها ارقام فقيرة وارقام غنية، مش هتفرق. طب ايه الكريمة دي؟ من 5 ل9، 5 و6 و7 و8 و9، دي ارقام كريمة. ارقام بخيلة 0 و1 ال2 3 ال4. يبقى من 0 ل4 بخيلة، من 5 ل9 كريمة. تمام. طب ال10 وال11 يا مس مالناش دعوة بيهم، احنا ايه، احنا بنتكلم في خانة واحدة، لان احنا بنقرب في ايه، في خانة واحدة. ليه ما بقولش ال10؟ لان دي يعتبر خانتين، انت كده بتقارن في احاد وعشرات، انا بقارن بخانة. انتوا شفتوني طلعت وانا بعمل نقطة المنتصف زودت خانتين، ولا كنت بقرب بالنسبة للخانة والخانة اللي قبلها على طول؟ لا. يبقى انا ايه، بس الاعداد ايه، بقارن بالنسبة للارقام، ماليش دعوة بالاعداد. انا اصلا قلت لكم ايه، ارقام كريمة وارقام بخيلة، ما قلتش اعداد، صح؟ طيب. ايه بقى قصة الارقام البخيلة والارقام الكريمة دي؟ الارقام الكريمة دي هتدي الخانة اللي بعدها 1، هنزود 1. انا الارقام خدتها البخيلة السنة دي اللي مش فاتت. هتزود حاجة. اخدتوها السنة اللي فاتت؟ السنة اللي فاتت كانت في ثالثة؟ لا، ما كانتش موجودة في منهج ثالثة. لا. مش ما كانتش موجودة في ثالثة، لا. انا عارفة يعني ايه الارقام الكريمة، اللي هي 9 و8 و7 و6 و5، وبخيلة 0 1 2 3 4، بس ما وكريمة تذكرني انا. بزود، لا، والكريمة انا بزود ثالثة بعديها كانوا معايا، 1، سنة فاتت ما والبخيلة اخدتش بالي بزود. منها. لا، ما فيش ماشي، ما علينا ما علينا، المهم ان انتوا عارفين، مفيش مشكلة. اللي مش عارفها يعرف. الكريمة بتدي الرقم 1، البخيلة ما بتديش حد حاجة. تمام. طيب ايه بقى برضو قصة الكريمة والبخيلة دي في الأرقام؟ فاكرين لما كنت بقول لكم أول رقم أخدناه خالص 132، قلت لكم الأقرب 10؟ هاجي برضو نفس الخطوات، الأقرب 10 يبقى هدور على خانة العشرات. فين العشرات؟ 3. اسمعوني بس عشان الباقي يسمع، ما حدش يتكلم وانا بشرح بعد اذنكم، عشان الباقي يسمع كويس انا بقول ايه. طيب وقفت عند خانة العشرات، هطلع على اللي بعدها على طول، اللي قبلها على طول. اللي قبلها على طول ده رقم ماله، كريم ولا بخيل؟ ده تبع الارقام البخيلة، يبقى التلاتة هتنزل زي ما هي، اللي بعدها هيفضل زي ما هو، كل اللي قبلها صفار. قبلها ايه، 2، رقم 1 يبقى حط 0 1، يبقى هي اقرب لايه، للمية، لل130. يبقى ال132 تقريبا هي 130. لما عملناها بنقطة المنتصف طلعت برضو ايه، 130، صح؟ كانت طلعت معايا ايه، 130. طب لو هياخد ارقام، خلينا بقى نكبر الارقام، ما هو اكيد مش هيجيب لي رقم اخره مئات يعني. وقال لي قرب لي الرقم ده لاقرب مليون. حاجة بص، دي